هسوق يعني هسوق، ما هي سهله اهي. الدركسيون امامك، غالبا هو ده الدركسيون، والفرامل يسارك. يساري ويعني ايه يساري؟ بس هعرفها برضو. هي دي الفرامل، هي دي. والفتيس. عرفني انت بتهبب ايه؟ انت مين؟ انا ضميرك اللي مش راضي عنك. هي دي فرامل دي؟ يا عم بتعلم السواقه وجبت كتاب كيفيه قياده السياره. طول ما انت ماشي ورا الكتاب ده ولا هتعرف تسافر كويت ولا سعوديه. هو انت تعرف يعني ايه اصلا مانوال او اوتوماتيك؟ انت اصلا ما تعرفش حتى البنزين فين وفرامل فين، ولا حتى تعرف اساسيات العربيه. انت اصلا ولا تعرف ميكانيكا ولا اسعافات اوليه ولا اعطال. هو انت اصلا تعرف تمشي في قياده ليليه بالليل وسط العربيات وسط الزحمه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس انا ابويا ما قاليش كده. ما انا اللي بقول لك كده. تمام، اللي انت قلته ده كله موجود في الشنطه ورا ولا على الطابلوه قدام؟ لا يا ناصح، كل ده في اكاديميه درايف كيل تعليم القياده، رجال وسيدات. الله، ده في ملاوي؟ ما تقول لي على المكان. انت عايز المكان؟ خد اقول لك. في ملاوي، في شارع قاعة الخيام القديمة، وتاني شارع بعدها على طول هنلاقي أكاديمية درايف كي. أو أنت جاي من بره من عند جراج الأتوبيس هتلاقي درايف كي في أول عمارة على إيدك اليمين. فهندخل العمارة من المدخل اللي في الشارع اللي جنب كافيه راست على طول، وهنطلع الدور التالت. وبعد ما هندخل على الاستقبال ونحجز ونخلص كل الأوراق هننزل عشان نتعلم هنسوق إزاي. وقبل ما تمسك الدركسيون لازم يعلموك أو يعلموكي كل الأساسيات ويعرفوك على كل جزء في العربية، المانوال وكمان الاوتوماتيك. وبعد ما خلصنا الاساسيات ندخل على تعليمات الانطلاق. اول حاجه يا محمود، اظبط ايديك مستقيمه وابدا سيب الدبرياج تدريجيا مع تحميل سنه بسيطه في البنزين. برافو، اظبط ايديك وسيطر على الاتزان بتاع العربيه. احسن يا محمود، برافو برافو. والكرسي يا حبايب بيكون 8 ساعات على عربيه اوتوماتيك وساعتين على عربيه مانوال. وصحيح لو انت بنت ففي مدربين بنات، والمهم انهم بيوصلوا معاك انك تتعلم تسوق وسط الزحمه وكمان على الطريق السريع وكمان السواقه الليليه. وحقيقي بعد تجربتي دي عرفت ان ما ينفعش اي حد وخلاص يعلمك السواقه. واللي بيميز الكورس كمان انهم بيدوك ساعتين اسعافات اوليه وميكانيكا عشان لو حصل معاك اي عطل تعرف تتعامل معاه على الطريق. لك الارقام فوق، يلا احجز دلوقتي. انا تمام، اعمل متابعه ويلا سلام.